بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس 53 من دروس الفقه المالكي. كنت سمحتي غاية مثلا بلي الحلقة تجي في الحلقات في الفقه المالكي حلقات مسلسلة، كاين جوانب فقهية نؤكد عليها، كان أمور يعني متعلقة بالتوعية. نخدم يوم درس خاص عن موضوع الأسرة بشكل عام ثواشولت، أكون نسمي كثير ببعض المعاني التي وردت في هذه المداخلة أو في هذا الدرس. مما قلناه أن الأسرة هي النواة الأساسية في بناء المجتمع، يصلح المجتمع بصلاحها ويتمزق بتمزقها ويفسد بفسادها. ثواشولت ذلساس نتمتي، ثواشولت ذلساس المجتمع. ما ثقرز يقرز المجتمع، ما إلا وثقرز الهارة وثقرزارة ولا المجتمع يروح. نناد الشرع ربي سبحانه عز وجل إفكان يعطس النصوص دي إفكا الشرع ربي سبحانه إفكاد النصوص، أما ذي القرآن أما ذي السنة أري يحرزم ثواشولت، أري يفكنا فوذي ثواشولت، أري يقرزن شواليس. أطاس الأحكام نفكتت بالتفصيل ذي المحاضرة، نسمي المحاضرة خاطر يعني ساعة كاملة عن موضوع الأسرة، ولا أعيد كل ما قلناه، ولكن نناد بالله ربي سبحانه عز وجل مدين ذي القرآن الكريم ذي أمر الزواج إند وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نناد ولاش العقد وما يسمى ربي الميثاق سوى العقد الزواج. ياكل عقود يخدم يمذانا ذي الدنيث اسم العقود. وربنا ذي القرآن في سورة المائدة الآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. العقود ذاك يخدموا مذان ربي دي قد طبق العقود يتخدمض. يك الخطاب عام، بيان هذه الآية بيان كلي، ولكن مد يبض العقد الزواج ذا شو دينا إند وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. سورة النساء الآية 21 اسمها ميثاق، يرنيس وصف الغلظة، ميثاقا غليظا يعني فكي سزال. أما كنا غدي قارين كنياك إلا قصدك مازال ذايا. والسبة ثم زوارو ثم قرانت يقصواظا الغاشي يذفرون ذرو ثورة ماشي كان سكيوث الجهة ثورة يخلط غدا نوضو صحيح نشرح من بعد. إما ذارقازي يذفرون ثم الطوث نغ تمطوثة يفرني ورقاز عن طريق الخلع. إما تمطوثة يسفرني القاضي أستيني فروي القاضي أسيفرو القاضي ملان السباث يعني قلان ما إلا يدي شرط الشرع غادي شرط القانون وسيفرو بلا ما يبغى ورقازني نورمال وتفرو وجي قارناس تفريق قضائي يظهر العجب. مي سبة ثم قرات ذلا ياقي مسفكين رمد نزال وسنفكي رزال اللاية 21 من سورة النساء. ثلاثة اللاية 21 نظام ذي سورة الروم ربنا دوا من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فقذ الله النظام إذ يسام ذي سورة الروم الآية 21. ونغدا مثلا لسمحتي كان يعني هناك مرافقة للأسرة من خلال النصوص الشرعية في الكتاب والسنة، ومن خلال النص على التدابير الوقائية قبل وقوع الأزمات والمشكلات،
ومن خلال النص على الإجراءات العلاجية عند وقوع النزاع أو عند وقوع الخلل. المعنى الشرعي في كي غدا تصل الآيات تصل الأحاديث باش يضرونا لا وقورن يضرونا لا ولاش لا يخدم الثليسة كل يوم اما ذرقه اما تمطوط اما الدريه اما ذي مولانا ما خاطر بدي ثواشولت مقارث ونكوني سمحتي لي سوسيولوج يعني علماء الاجتماع المجتمع الجزائري عنده كلاسين صنفت ضمن المجتمع الاسر المجتمع اكس عن الاسره الممتده الاسره الممتده ماشي الاسره النواه نوايو الخاطئ نكوني اسره ممتده يعني أتصفي ثواشولت أرجاز تمطوثي مولان الدريا مدريا هي هكا ثواشولت وزرت كان المناسبة النار ديال الجنازات نغيث مغريوين تفض لا ليست مين دنيا خاطي وسانا كلش ولاكي ما دافضي ميس عميس حاجة كبيرة ولاش إقيح ولاش السن فافا سيماس وتربح وبزاف كل كذا ولاش وكذا غفلان ورسم ان شاء الله في المستقبل فقط في غادي باللي رساله معناتها الشرع يفكا غيد يكون نصوصنا قبلات ظهور ثالث ذا حزب يفكا غدا كامل ثيشلي السيره تواشلت امشي توقع ذي ثلوفه ذي الهموم ولكن ذا ما الا فوضن تواشلتاكي ما تهلك ما تسعو كورن ذا الشرع يفكا غدا دواوي للرماد يفكا لي سوليسيون الحلول معناتها كما يسمى التدابير وقائيه والوقايه خير من العلاج واجراءات علاجيه عند حصول النزاع او عند وقوع الضرر او الخلل. المهم اكتفي بهذا التذكير ولكن الان انش مباشره في الموضوع. انا في عقد الزواج موضوع بس الحلقه 53 ما معناه الاساس نتواشل في العقد اسميس عقد الزواج والسلام الآية إذ يساندي سورة النساء الآية 21 وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. ذي المقدمة أدينا يتمثل الزواج الحكم ينس الأصل ينس هو الندب معناه حكمه هو الندب معناه مندوب. الأدلة كثيرة ألف من القرآن الكريم كقوله تعالى فانكحوا من ما طاب لكم من النساء ثقي سورة النساء الآية الثالثة وانكحوا الأيام منكم ثقي سورة النور الآية 32 وكذلك سورة الرعد الآية 38 وكذلك سورة النحل الآية 72 وكذلك سورة الروم الآية 21. ميد نجمع كل آية ثقي أنفهم باللي الأصل في الزواج هو الندب مندوب من السنة أحاديث كثيرة منها حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها يميدنا ينادى النبي عليه الصلاة والسلام النكاح من سنتي الثاني ناد الزواج السنن النبي عليه الصلاة والسلام فمن لم يعمل بسنتي فليس مني وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم. وجي حديث أخرجه الإمام ابن ماجه في كتاب النكاح. وكاين ايضا حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الى اخر الحديث. اذن الخلاصه ان الزواج الحكم ينس الاصلي هو الندب ولكن تتغير الاحكام بتغير الاحوال سكة باركة حالة بحالة إلا وان دي لقضية الزواج واجب إلا وان ذي لي مندوب ذي قيم على الأصل إلا وان ذي قيم على الإباحة إلا وان ذي قيم على مخلف حالة بحالة. لذلك العلماء ناند تنتابه الأحكام الخمسة يعني الأحكام الشرعية الخمسة تنتاب عقد الزواج أو يعني حسب الأحوال. ثورا نروح أولا أدن مسلاي في موانع الزواج
بارك الله في عنوان كبير اسمه عقد الزواج. أنكشف مباشرة أولا عقد الزواج، عفوا أولا موانع الزواج، أولا موانع الزواج أي المحرمات من النساء. ما المقصود؟ قبل أن نهضر في الزواج في تفاصيل فقهية، أركان عقد الزواج، شروط الزواج وكذا، يولى يسقسي قبل يسكت حرم ما تحلل، وإذا غنفساف أتسقسي ركاز اللي تيدي قصدا يحرم ولا يحلل، هو كاع المقصود. وثقيل الحمد لله الذي شرع ربي سبحانه وتعالى القرآن الكريم سورة النساء الآية 23: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، بالتفصيل الآية 23 في سورة النساء. سقاد نشرح ولكن بطريقة منهجية باش تسهل المعلومات، نخدم هذا التفصيل وهذا التقسيم. أولا موانع الزواج وردت في سورة النساء الآية 23 زائد الأحاديث النبوية الشريفة التي أكدت ما ورد في وحي الله الطاهر. موانع الزواج قسمان. القسم الأول الموانع المؤبدة، القسم الثاني الموانع المؤقتة. أدفتر مثال سياسية. الموانع المؤبدة مثلا، هل ترى يجوز يون أذياغ يليس نتمطوثي في السطظن؟ الجواب لا. خطر ثمطوث السطظيث ساعي الليس وريجو زارة أذي جوجك ذي الليس نتمطوثي في السطظن. لا يجوز الزواج ببنت المرضعة وقي على وجه التأبيد اترنالمون. لا يجوز كلمة لا يجوز الميمون. ولكن إلا المحرمات وايض محرمة مؤقتة، تحريم مؤقت. أدي السيوني فغاد يغيوث تمجوسيث تعبد النار، لا نسيقو قد عبد ثمست عباد النار، يجوز الزواج بها؟ لا يجوز، ولكن مؤقتا. فإذا أسلمت يجوز الزواج بها. إذن مؤقتا يمنع الزواج بها. هل يجوز الزواج بالمرأة المعتدة مثلا؟ وحدة مات زوجها، هل يجوز باش يتزوج بالمرأة المعتدة؟ مرأة معتدة مات زوجها ولازم تعتد 4 شهور و10 أيام. ربي قال يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هل ترى ممكن يجي الباباها يقول عظم الله أجركم وجيت نخطب بنتك؟ لا يجوز، وإن كان يجوز التعريض ولكن التصريح لا يجوز. لماذا؟ لأنها معتدة، راهي في العدة مؤقتة. كي تفوت العدة يجوز يخطبها ويتزوجها، ما دامت ساندي العدة يموت ورقازيس ويجوزات يغوايض النظن ألم ما تفك العدة صافي ذاكي وقي قرنس منع مؤقت، مانع مؤقت. وكذلك معتدة الطلاق، إذا كان واحدة مطلقة هل يجوز يجي واحد آخر كي يسمع الأخبار يجي يقول أنا سمعت خبر باللي راكي مطلقة جيت باش نزوجك؟ لا، في الطلاق الرجعي لا يجوز. لذلك العدة أعطاها ربي للرجل مع المرأة اللي مطلقين باش يتصالحوا. أنعمه، علاش قال ربي لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ علاش قال هكا؟ يعطي لهم فرصة الرجعة باش يتراجعوا. إذن هذا المنع مؤقت. إذن قلنا قسمان، القسم الأول موانع مؤبدة إلى الأبد، القسم الثاني الموانع المؤقتة. اليوم ندرس الموانع المؤبدة. نبدأ ألف. طبعا الموانع المؤبدة كان ثلاث أنواع. النوع الأول ألف المحرمات بسبب النسب. ما معنى بسبب النسب؟ معنى بسبب القرابة الدموية.
بسبب القرابة الدموية، السبة ذي ذم. وهذا عندها 4 أنواع، تنقسم إلى 4 أنواع. كاين فروع الشخص النوع الأول، النوع الثاني أصول الشخص، النوع الثالث فروع أبوي الشخص، النوع الرابع الفروع المباشرة للأجداد والجدات أو ما يسمى بنساء الدرجة الأولى للأجداد والجدات. لذلك قلت لكم سادتي الحلقة فقهية، الشيء اللي قلنا المرة اللي فاتت عز وجل وكذا ما يتعلق بالأحكام العامة، ما يتعلق بالوعي، توعية، صناعة الوعي من أجل المحافظة على الأسرة وتحقيق مقاصد الأسرة المختلفة، المقاصد التربوية والمقاصد الاجتماعية والمقاصد الاقتصادية وغيرها من المقاصد. ولكن اللقاء اليوم فقهي، لذلك نتدرب حتى على المصطلحات. نغد باللي النوع الأول فروع الشخص. هو القرآن كما قلت لكم سادتي الآية 23 من سورة النساء ذكرتها مفصلة، حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، هكذا ممكن تلقى بطريقة هذه المحرمات هن الأم البنت ولكن نعطي لكم الطريقة المنهجية من أجل الاختزال والاختصار والحصر والتصنيف. صافي مدريني النوع الأول فروع الشخص، 2 كلمات تلخص كلش. ما معنى فروع الشخص؟ معنى البنت وبنت البنت وبنت الابن وبنت ابن الابن مهما نزلت. معنى دين فروع الشخص معناه يليس نميس، يليس قليس، يليس نميس في الدوض. وقي معناه فروع الشخص، كلهم فروع. النوع الأول. النوع الثاني أصول الشخص. أصول الشخص هو بنادم عنده فروع، ولاده عنده أصول. الأصول إذا تعلق الأمر بالنساء نقول الأصول تاعهم الأب والجد وإن علا. إذا تعلق الأمر بالرجال نقول بالنسبة للنساء قال الأم وأم الأم وأم الأب مهما علون، الجدات مهما علون. شو المعنى الأصول؟ معناها محرم الأم تمزورس، ربي قالها في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم. قال الأم تيمات، زيد تيمات تيمات معنى أم الأم جداس، نغ أم الأب يمس سباباس، يمس مباباس ذا جداس. من بعد إذا ساون وقيوك اسم الأصول، أصول الشخص. النوع الثالث فروع أبوي الشخص. ما معنى فروع أبوي الشخص؟ بمعناه فروع الأبوين، معناه الأخوات تيستماثين، الأخوات مطلقا، الأخوات سواء كن شقيقات أو من جهة الأب أو من جهة الأم مع فروعهن مهما نزلوا أو ما نزلنا. يعني ورجوزاري ولا ذيغ والتماس ربي اللي قالها وأخواتكم. إذا أخواتكم أشو يقصد؟ إما الأخت الشقيقة والتماس تشقيق، نغ الأخت من جهة الأب والتماس باباس، نغ الأخت من جهة الأم والتماس يماس، نغ يسيسن خاطر يليس بالتماك أمشي كد السيول أخالي صافي. لا يمكن. الشريعة حرمت الزواج بالمحارم، وضعت سياجا منيعا من أجل الحفاظ على الأسرة. وهذا موش موجود غير في الإسلام فقط بهذه الدقة وبهذا الضبط والإحكام. لذلك الآن الحضارات المتفسخة، حضارات التي لا تقيم وزنا للإنسان كإنسان وأهدرت كرامته، هذه الحضارات حضارات دمار. يعني حبيت نتكلم اليوم على القدس، ما نخبيش عليكم يعني على واش صاير هذه الأحداث وكذا، ولكن لازم نحترم برك المنهجية نتاع الحلقات باش الأمة تستفيق. لعل الأمة تستفيق، خطأ إذا لم تستفيق الأمة بقى على خير. هو ربي اللي خلقنا قال ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ربي اللي قال هاك إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس إلى آخر الآيات من سورة العمران. وربي ذا قال في القرآن إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الرعد
أي 11. وسيدنا عمر قالها، قال كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام، فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. نبقى ولا شيء، لا مجلس أمن ولا هيئة المتحدة، وكل كلام فارغ، ولا حقوق الإنسان ولا شيء. قتل شخص واحد جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر، والكيل بمكاييل. اعذروني يعني هذه فقط باش نخرج شوية برك لي في القلب. نعود إلى الموضوع. إذن النوع الثالث فروع أبوية الشخص، المعنيس وريجو زرا يون هذه غيستمس نغيسيسني يستمس نغيسيس بوات مثليس في الدور بنت الأخ وبنت سواء كان شقيقا أو غير شقيق إلى آخره. هذا هو المقصود. لذلك القرآن ذكر كلمة الأخوات مطلقا، فإذا وردت مطلقة فتفيد الاستغراق والشمول كل. من هنا الفقهاء فصلوا. النوع الرابع الفروع المباشرة للأجداد والجدات. ما المقصود بذلك؟ معنى النساء الدرجة الأولى. ما ديني فرع نتاع بابا ويما، معنى خويا ولا اختي، هذا هو الفروع. وكي نقول فرع نتاع جدي وجده، معنى عمي عمتي خالي خالتي، هذو هما صح. طيب كي نهضروا للرجال واش نقول لهم؟ حرام تزوجوا العمات والخالات فقط، حبس كان دا النساء الدرجه الاولى. ما قلناش وفروعهن مهما نزل، حبسنا هنا. كيف ثمت ثسيني حرام عليك تزوجي عمك وخالك فقط. ولد عمك يجوز، ولد خالك يجوز، نقولوا للراجل الشاب، نقولوا بنت خالتك تجوز، بنت عمتك تجوز، بنت عمك تجوز، بنت خالك تجوز، عمتك لا، خالتك لا. لذلك قلنا الفروع المباشرة للأجداد والجدات، أو بصيغة أخرى نساء الدرجة الأولى. مسفهم؟ الله يبارك. هذا نكفى. هذا ألف الموانع بسبب النسب، أي بسبب القرابة الدموية، أي استقبيليث في قد نفذلك سو حرمنت سبا ذي ذما معنى الشركنتن إذما. نكفى. ثورة با المحرمات بسبب المصاهرة، أي بسبب الزواج. حتى الزواج اللي عطاله ربي القيمة سماه ميثاق غليظ، أو قال لك عنده تأثير أنعميه. يقول كي يتناسبوا يتوارثوا. المصاهرة حاجة كبيرة بزاف. لذلك غير شرع ربي اللي قال هذا الكلام. على فكرة قارن كيما حبيت، اجبد واش حبيت من الفلسفات والحضارات، لن تجد ما يشبع ويرضي، ما يشبع العقل والعاطفة ويحقق التوازن ويحقق السكينة والاستقرار ويضبط العلاقات البشرية مثل شريعة الله عز وجل. ثم جعلناك على شريعة الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. سورة الجاثية الآية 18. لذلك يا جماعة الخير المحرمات بسبب المصاهرة أيضا كاين 4 أنواع. نوع واحد زوجات الفروع. نديروا مصطلحات فقهية باش ندربوا عليها. زوجات الفروع، واش نقصد زوجات الفروع؟ معنى الكنات، العرايس، زوجة وليدك الكنة. لو كان وليدك يطلقها ولا يموت حرام عليك تتزوجها، خاطر عروستك. سبحان الله. اي بورتون كانت واحد الوقت بعيدة عليك تماما، ولكن جا نهار ولات عروستك. هاي العروسة عندها ستاتيو، عندها قدرها وعندها نظامها داخل الأسرة. لذلك كي نفهموا الأمور الفقهية هذه بمقاصدها تستقر الأسرة ويستقر المجتمع ضروري جدا. وفيه بعض الملاحظات سأذكرها بعد النهاية من الدرس إن شاء الله تعالى. يلا إذن وكي نقولوا
العرايس ماشي غير زوجة وليدك، لا لا، زوجة وليدك وزوجة وليد بنتك وزوجة وليد وليدك، روح له كاع هذوك عرايسك. انا عمي نشوف الشريعة كيفاش درت واحد السياج منيع جدا وبلا لا ضريب له لا مثيل له اطلاقا. ربي قال وحلائل ابنائكم، ربي اللي قال وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم، دائما في سوره النساء الايه 23 هكذا ثقي. اذن في 30 ينك ممنوع الزوجة يست. النوع الثاني زوجات الاصول، احنا قلنا زوجات الفروع معنى الكنات العرايس. النوع الثاني زوجات الاصول، شكون هما؟ معنى زوجة الاب فهمتوا من باباك يون باباس يعاود زواج، إما إلا يموت باباس هذه يجوجك سمطوط باباس يجوز حرام مؤبدا على وجه التأبيد. هاو في الجاهلية يزوجوهم، في الجاهلية هاو يزوجوهم، لو كان ماشي الوحي القرآن والسنة خلات على البشر كامل. نعم، لذلك الآن راهي خلات، كل ما البشر يبتعدوا كل ما راه يدخل عادي. لذلك نقولوا صابرين والسلام عليكم. هذا ما كان ربي وضع نواميس وقوانين، من احترمها ورعاها ينسجم ويعيش حياة سعيدة جدا في هذه الحياة حتى يموت. واش من الحياة والله ما فيها والو، الحياة نتاع 60 70 سنة هذه حياة، هذا ما كان 60 70 80 سنة ما فيها والو. كما قلت لكم هذاك النهار اللي عايش 60 سنة معنا رقد 20 سنة راقد، هذا اللي رقد 8 سوايع انت الراقد يبقى 40 سنة ووقت كاع ضايع وكذا، ما بقاش حياة لا معنى له. ولكن حياة أنموذجية كما عاشها الذين تربوا مع المصطفى صلى الله عليه وسلم والذين التزموا بشرع الله، وشرع الله قائم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن خوتي زوجة الأصول معناتها زوجة الأب، زوجة الجد من جهة الأب أو من جهة الأم، مهما علون أو مهما علوا، إذا كان الضمير ينصرف إلى الأجداد. شو المعنى يس؟ ذي الحرام يوناذ ثمطوث مبافاس، ذي الحرام ذي ثمطوث نجديس، أمس بافاس أمس يماس، جديس مبافاس جديس يماس إلى آخره. هذا هو المقصود، هذا هو المقصود. النوع الثالث أصول الزوجات بمجرد العقد. هنا قيد معتبر، أصول الزوجات بمجرد العقد. نشرح هذا الكلام. ربي قال وأمهات نسائكم في القرآن في سورة النساء دائما 23 وأمهات نسائكم. معناتها إذا كان واحد دار عقد مع امرأة مع طفلة، أبري الطفلة هذه ماتت ولا طلقها، هل ترى يجوز يتزوج بيماها؟ طبعا هذا من حيث الأعمار ممكن، كاين المرأة تزوج بكري ويجيب الطفلة تقول بلا وقيلا هذه اختها ماشي من بنتها، صح؟ موجودين هذا الشيء، موجود. لذلك ربي سبحانه قال لك يمات زوجتك هي نسيبتك، لا يجوز تتزوج بنسيبتك حمات. وري جوزارة بنادم هي فاض قوالتيس، فاض قوالتيس ذي يماس نتمطوثيس ذي الحرام اترنالمون. هذه رانا في المحرمات على وجه التأبيد، ولكن ننتبه جيدا. احنا قلنا قيد بمجرد العقد مع انتهى. لو كان يدير غير العقد، يدير فاتحة مع الطفلة، ولا يدير عقد في البلدية مع زوجته، ابري ماتت، ما نقولش مطلقة، خاطر الطلاق معناه كاين صراع كاين نزاع، لا ماتت. ممكن هذه يجي يقول يا طفلة ماتت، درك مادام ماتت نتزوج يماها. طبعا اذا كان هي مطلقه ولا ما تزوجها، طبعا هذا هو المقصود. هذا امر من لوازم الامور يعني دون لا يحتاج الى شرح. الشرع يقول لك لا شوفي احترام المشاعر. بمجرد ما درت عقد على طفله خلاص
سي اوتوماتيك، باباها نسيبك، يماها نسيبتك، تدوضا ذاين تشمل العائله. سبحان، شوف الاسلام كيفاش اعطى قيمه. شي قرايوني ذا هو كان غير الفاتحه ابريت متقششتي ما يبدي مثلا ذا المشكل مازال ولاش تمغرا ولاش لا. لذلك الفقهاء واش قالوا؟ العقد على البنات يحرم الامهات. تكور العقد، مجرد العقد على البنت يحرم يماها على هذاك الشخص. هذا هو المقصود، وربي اشار لها في القران وامهات نسائكم. ثورة النوع الرابع والأخير اللي هو فروع الزوجات. فروع الزوجات، ولكن بقيد بعد الدخول أو الزوجات المدخول بهن. ذيك قاعدة عكسية تماما. واش نقصد هنا؟ نقصد الربايب. إذا كان واحد زوج امرأة، المرأة هذيك ديجا تزوجت وعندها طفلة، هل يجوز باش الإنسان هذا لو كان تموت زوجته ولا يطلقها يروح يتزوج ببنتها، يعني ربيبته؟ الجواب لا، ولكن إذا تم الدخول بالأم طبقا للشق الثاني للقاعدة، والدخول بالأمهات يحرم البنات. إذن قاعدة: العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. نشرح. ما يليون يجوجك سمطوث يبوسي تسا خميس ثمرة وكذا وكذا إلى آخره. وكي ثمطوثاكي ثبوتي دستار فيفت، إما ثبوتي ديذس جبتها معاها التي في حجوركم كما قال القرآن، ولكن نحن الجواب سنتبه مليح. هذا يجري مجرى الغالب، يجري مجرى الغالب، ليس قيد المعتبرة، يجري مجرى الغالب. ما حبيش ندخل في التفاصيل الفقهية لعلي أذكرها بعد نهاية الدرس، يعني في الملاحظة تقدم في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. حبيت نقول ثمطو ثاقي ميلا ثداد سخاميس ثرفيف ثني، إما ثربى ديذس نغ ثرفيف ثني ربى نسيد خواليس ربيبة هذيك الطفلة هذيك اللي خلاتها، يا إما تربى معاها مع يماها ومع زوج يماها، وهذا هو الغالب، يا إما يربيها خوالها. في الحالتين معا ولا يربيها الآخرين. في جميع الحالات إذا تم الدخول بالأمهات يحرم الزواج بالبنات. وهذه أمر نفسي غريب جدا. ممكن واحد يقول علاش ما درناش العدل كما قلنا قبيله؟ نقول لك لا، شيء طبيعي. هذا تجيب كاع لي بسيكولوج نتاع الدنيا يثبتوا لك بلي هذه المسألة تنسجم مع الفطرة الإنسانية السليمة. نقول الفطرة الإنسانية السليمة. إذا كان دخلت في الدعوة الشرع ماهوش مسؤول. يا أخي قالها زمان الشاعر، قال لك: نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. لا. إذن شوف غادي ندير ما إلا تقشيش طفلة إذا كان عقد عليها برك ما تزوجش بيماها لو كانت تفارق البنت هذه طفلة صغيرة عندها فرصة الزواج وزايد عفوا نعم، ويماها احتراما لمقامها هي صدق قالت رغم ما كانش دخل، صدق قالت خلاص سي بون ما تدورش، زون انترديت، منطقة ممنوعة. ولكن العكس، ثمطس المرأة تحب بنتها تتزوج، تقول باللي عقد عليا برك، مجرد العقد معليش بنتي تزوج بك، وترضى لا نفسيا ولا عادية، تتقبل هذا. على بالنساء تحتاج إلى مزيد بيان، لكن أكتفي بهذا. ما لا يدرك كله يترك جله، وأعتمد بعد الله عز وجل على نباهتكم وعلى ذكائكم في استيعاب هذه المسائل الدقيقة. لذلك
هكذا. إذن الدخول بالأمهات يحرم البنات. ما إلا يوان يثمطوث من بعد ساثر فيفت وري جزارة الجزاكي تسيوغن ما ثمطوث أجي فريس نثموث أذياغي اللي سني ثرفيفت. هكذا وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم. هذه دائما سورة النساء الآية 23. ذلك نروحوا إلى جيم. نتحدث عن المحرمات بسبب الرضاع، بسبب فطرة. صافي الند ألف المحرمات بسبب النسب، باء المحرمات بسبب المصاهرة أي الزواج، جيم الممنوعات والمحرمات بسبب الرضاع. ربي قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، دائما سورة النساء الآية 23 وهي آية طويلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وقد أوتي جوامع الكلم، يعني شرح هذا الحديث يستغرق وقتا طويلا، خاطر لازم نستحضروا جميع الحالات اللي ذكرناها وبعدين نطبقوا عليه هذه القاعدة. هذا الحديث هذا هو يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الآن فيه بعض التفاصيل نذكرها قبل أن نذكر يعني هذه المحرمات. أولا سن الرضاع، يعني شحال، هل ترى واحد يرضع مثلا؟ ديما حنا والأئمة والمفتين ديما يسقسيو، يجي واحد يقول لك بغى طفل شاب يتزوج وحده، يقول لك ولكن سمحتي هو جا خبر باللي وقيل انا رضعت من يماها ولا هي رضعت من يما ولا انا وياها رضعنا من امراه اخرى. هذه احتمالات الممكنه. معنى يا اما الولد يرضع من ام البنت او البنت ترضع من ام الابن او تجمعهما مرضعه واحده مشتركه. صوت ضايقي يا اما ذا قشيشك تظن سيث مطوط سي ما سنتقشيش، يا اما تقشيش تني كفغا تياغ يك تظن سي ما سبقشيش يكفغا تياغ، يا اما صوت ضيثن تيوسن تمطوط. لي تروا بروبابيليتي، تروا بوسيبيليتي، ثلاث حالات هاكي ريلين دايا، ما كانش حالات اخرى. السؤال المطروح ما هو السن وقتاش الرضاع هذا اللي تثبت به الحرمه؟ هو اللي يكون في الحولين العامين. هو ربي قال في سورة، نقول انتم تقولوها، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. سورة شكون يقولها لي؟ سورة البقرة الآية 233. علاش ربي قال هكذا يا جماعة الخير؟ أولا ربي الحمد لله كي ربي سبحانه وصى الأمهات باش يرضعوا أولادهم، ولا لا ما نستناوش حتى تجي منظمة الصحة العالمية وعلى بالك صلاة هذه لا نقولها لكم يلا عندها مدة. جات واحد التوصية من منظمة الصحة العالمية نعم إلى وزارة الصحة عبر العالم، قالوا لهم لازم تقولوا للنساء للأمهات باش يرضعوا أولادهم على الأقل 6 شهور. وتحركت ندوات ومحاضرات. في واحد المحاضرة حضر واحد الشيخ كبير يعني عنده حوالي 78 سنة في عمره، حضر ما شوية فهم شوية ما فهمش، قال لهم واش راهم يهضروا؟ قالوا راهم يقولوا لازم المرأة ترضع وليدها 6 شهور. قالوا هذه تحتاج باش ديروا عليها اجتماع هذه. قال لهم انا رضعت من يما عامين. بدا يحكي يعني معناه دار تعليق لطيف باش يقول يغلق المنسي ضرا، معناه صار انقلاب. هو سبحان الله. وحليب الام لا يعوض، لا ضريب له، لا مثيل له، ما عندوش مثيل. حليب الام لا حول ولا قوه الا فيه واحد الاعجاز غير ربي اللي يعرفه، والعلماء يعرفون بعض الشيء وما اوتيتم من العلم الا قليلا. لذلك اهل الاختصاص يعطيون واحد المعلومات عجيبه جدا على حليب الام. ولكن وانا احدثكم الان تذكرت قصه عندها بالضبط صارت هذه في 1983 ما ننساهاش حتى نموت.
واحد عصى يماه بزاف، من بعد قالت له وليدي راك عصيتني وكذا وكذا وكذا، مسكينه بدات وقالت له بحق الحليب اللي شربته من عندي، الحليب هكذا يقول الامهات، قالها ديري لي حساب نجيب لك الحليب من اللوزين. هذه ما ننساهاش حتى نموت. وبعدين ولكن مصير هذا الانسان لا اله الا محمد رسول الله، نسال الله العفو والعافيه. هكذا يقول الناس الامهات. سميتنا نغمي صوت ضحك إن يا سيدي ما خدمي الحساب شحال ريت لا في دفكير روح اللوزينه بدا غيفكي مثل درا. لا يمكن. قطره الام لا تعوضها مصانع الدنيا لتصنع الحليب، ولكن لا حول ولا قوه الا بالله. لذلك يا جماعه الخير اذن سن الرضع الذي يثبت فيه الحرمه شكون؟ الذي حصل في الحولين. في الحولين معناتها خاطر كاين بعض الذراري سمحوا لي اللي يرضع من بعد عامين، يعني 3 سنين ومازال يرضع، هذا لا ما نحسبوش يعني فلتضا يقدر ديك السنين سكوسني مزوره، هذه العامين مزوره فقط، هذا هو المقصود من هذا. نعم. لذلك اسمحوا لي حتى القانون تاعنا والحمد لله القانون 84 11 الماده 29 ايضا قال لك الا ما حصل في الحولين، يعني قبل الفطام او في الحولين، يعني هكذا نص الماده 29 الا ما حصل قبل الفطام دقيق يعني يعطي الصحه او في الحولين فقط. وبعدين زاد فرنا واحد المساله حسن فيها اخذا براي جماهير العلماء، سواء كان اللبن قليلا او كثيرا. قال اللبن معنى الحليب معنى سواء ارضع بزاف ولا ارضع شويه، خاطر هذه مشكله اخرى ايضا تطرح. يقول لك الطفله اللي حبيت نجيبها لوليدي، الطفله هذيك رضعت من مرتي مره، مره تكفي، هي اخته، ماشي حتى ترضع يومين ولا 5 ايام ولا 20 يوم ولا لا. لذلك لابد من السؤال في البدايه، خاطر والا اذا ثبتت الحرمه بعد ما يكون عندهم اولاد لازم يفترقوا. كاين حالات لا حول ولا قوه الا بالله، تزوجوا هما رضعينه، هو رضع من يمه الطفله ولا الطفله رضعت من يماه، وتزوجوا وداروا العرس والكورتيج وكذا توفا بيان، وعندهم ذراري. ابري كاش نهار يسمعوا الشيخ يهضر على المساله، يقولوا يا شيخ انا صارت هذه، يقولوا حرام هذه اختك هذه، وبعدين كيفاش نديروا؟ وكان اللي يدخل براي يقول لك دوك خلاص عندهم ذراري ما عندكمش الرحمه ولا كيفاه؟ ساعه ما الرحمه تقولها ونوان ساعه الدريه زين ام كذا هذا وجه وراش. علاش نوصلوا كاع لهذا المشاكل؟ الوقايه خير من العلاج. لذلك لابد من السؤال قبل الاقدام على الزواج. اوها ربي قبل بنادم هذا يروح هذا يخضض الى قد يستقسي بالك ثمطوثني اداوي اميك، بالك انت تقشيشتني تضر ريماس لميك مطوثيك، بالك اميك كي تضر ريماس تقشيشتني، بالك الصوت ضيث ثمطوث النظام. استقسي 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 ما يلولاش تهين الزواج حلال، الله يبارك هذه عين ربي والسلام. هكذا. لذلك يا جماعه الخير هنا نروح مباشره للمساله الثانيه اللي هي الرضاع الذي تثبت به الحرمه. راي المالكيه وجماهير العلماء سواء كان كانت الرضاعات مرضعه واحده ولا اكثر، كما قال قانوننا، قال سواء كان اللبن قليلا او كثيرا. اتفقنا؟ وهناك بعض المسائل ايضا جزئيه ساذكرها بعد حين، يعني كي نكمل الدرس نذكرها في النقاش. طيب حبيت نقول اخوتي انه ميله 3 وتضع ولو كان شويه تضيف انت كلت داين يتضيف فري داين اكا نفتيو بهذا الراي لانه هو الراي الاسلم وهو الذي ينسجم مع النص القراني الذي لم يحدد مباشره. رب سبحانه عز وجل قال واخواتكم من الرضاعه هكذا. وحتى من حيث الاحوطيات، من حيث الاحوط الاحتياط ذلك اولى بالرعايه والعنايه. ثم اخيرا المحرمات بسبب الرضاعه. نذكر نحاول نعطيكم قاعده سهله مهله من خلال بالمثال. فرضا شخص اسمه
عمر الرضع من امرأة اسمها فاطمة. صافي عمر كان صغير قبل ما يلحق عامين، قبل يستوضع عامين، الرضع من امرأة اسمها فاطمة. الفرا يتضر غرس ماشي ذي يماس، عنده الأم الوالدة، عنده الأم المرضعة. ثلا يماس يديرون ثقي ذي يماس يستظن. صافي دوك نبقاو مع عمر كبر دوك نحكيو له نقولوا له اشكون النساء اللي محرمين عليك. اول وحده محرمه عليك هي اللي رضعاتك، رقم واحد اسمها الام المرضعه. ثيك توحر من فلاس تم زواروث تمطوثي في السطظن اسيدي يمس سطظه واحد. في سناث ذي يمس قماس. المرضعة ذا شو هي جدة رضاعية. واش يقول هذه فاطمة اللي رضعتني، هذه عندها يماها، صافي يماها جدة من الرضاع. صافي ثقي رقم 2. في 3 تحرم عليها بنتها وأخواتكم من الرضاعة، خطر بالنسبة إليه ذو التماس تفضى أخته من الرضاعة. في 3 ذي اللي سنتمطوث في السطظن اللي سن فاطمة أسينا عمر حرام فلاش. هاتان 3. 4 والتماس نتمطوث في السطظن أخت فاطمة بالنسبة لعمر واش تكون له؟ خالته رضعته فاطمة. أختها أسيني حمد خالتي، انتي خالتي من الرضاع. رقم 5 زوجها عنده يماه أيضا محرم على عمر. أكيني يقول واش يقول هذه يمات الزوج المرأة اللي رضعتني، إذن يماه جدة، هذه محرمة عليه. زيد اللي محرمة عليه إذا كان طفلة أخرى ماشي بنتها، طفلة أخرى رضعت خارج العائلة. فاطمة رضعت وحدة في قرية أخرى، تقول يا عمر رضعتك أنت ووضعت وحدة لهيه ميم هذيك أختك ماشي غير بنتي، ميم هذيك. نرجعوا لزوجها، زوجها عنده أخته، أخت زوجها واش تكون لعمر؟ عمته، عمة رضاعية، خاطر أخته ذو التماس برقاز فاطمة. صافي ذا عمتيس من الرضاع. نرجعوا عمر تزوج، جاب مرأة من جهة أخرى تزوج، وبعدين عمر طلقها. هل ترى هذا الزوج يقدر يتزوجها؟ لا. علاه؟ الزوج هذه كان سببا في إضرار اللبن كما يقول الفقهاء. هذه تعتبر كنته عروسته. هذه كامل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد: يحرم من الرضاع. ما قلتهمش كامله، أنا قلت برك على سبيل المثال، شو نديروا غير الشجره وخلاص. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ونزيدوا حاجه اخرى باش ما نساوهمش اطلاقا: طرق اثبات الرضاع. نعم، شكون؟ هو لازم الاقرار ولا البينه، يعني جميع طرق الاثبات ممكنه، جميع طرق الاثبات، على ان يلتمس في ذلك كله الصدق. علاش؟ ماشي وحده تشوف وليدها مع عروستها ملاح تبغي تفرقهم، اذا غتقول له يا وليدي مرتك هذه رضعتها، هذه جريمه حرام. يلا، اذن لازم التزام الصدق والدقه والضبط في هذه المسائل. نزيدوا محرمات اخرى على وجه التأبيد. سمحوا لي، اذا كان واحد تزوج امراه في عدتها، تسمعوني مليح، هذه مساله في غايه الخطوره. امراه راهي في العده
مات زوجها ولا طلقت، يجي واحد آخر يتزوجها وهي في عدتها، ما احترمش العدة اللي قال ربي سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. إذا تعلق الأمر بالعدة متوفى عنها زوجها يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. ما احترموش العدة، ما احترموهاش، تحرم عليه على وجه التأبيد. أنعمه للأسف واقعنا أفرز جملة من القضايا من هذا الصنف، هذا أمر محزن للغاية. وكاين أيضا شوف هذا استقبالي 8 يوليو ثمطوس اللي ندير العدة يغيث بغيتي سخاميس دايان أتحرم فلاس اترنالمون إلى الأبد. طيب على وجه التأبيد إلى نوع النظام الملاعنة أو الملاعنة، إذا كان يعني بعيد الشر وصلت القضية بين الزوج والزوجة يا لطيف إلى تطبيق الآية 6 إلى غاية الآية 9 من سورة النور. ندير غير الإشارة وين صار اللعان، ينكر النسب، يتهم زوجته والعياذ بالله وكذا، نروحوا الشرع يمكن نفي النسب عن طريق اللعان، يمكن طبقا لقوله تعالى في سورة النور من الآية 6 إلى الآية 9: فإذا تمت الملاعنة وتم اللعان بين الزوجين تثبت الحرمة بينهما على وجه التأبيد، يفترقان ولا يجوز أن يتزوج بعد ذلك على وجه التأبيد. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.